لكن الحقيقه انا هنا ليا وقفه، وانا الحقيقه بقالي يومين عمال افكر في الحلقه، في المقدمه بتاعت الحلقه ابدا بايه واروح في الدوري في الملعب بعنوان تقليدي بنقوله كل يوم. لكنه الاهم هو يا جماعه الاهلي مش موجود، الاهلي بيلعب وبيكسب وبيستريح بيستنى. ايه الخناقه اللي شغاله؟ يعني الاهلي دائما وابدا لما بيتكلم هو يبحث عن حقه، لا بيجيب سيره الاخرين، لا بيجرح في الاخرين. لا لقيت، انا اراهنك لو لقيت مسؤول من النادي الاهلي في يوم من الايام في مداخله لمح في مداخله او في لقاء على حد من المتنافسين، ملوش علاقه خالص. هو يتكلم على فرقته، يتكلم على انه بيحفز فرقته، يتكلم انه بيوجه رساله لجمهوره، يتكلم ازاي نفوز، ازاي نبقى ابطال، ازاي نبقى ناجحين، يتكلم في ايرادات، يتكلم في بطولات، يتكلم في نجاحات. عمرنا ما شفنا حد من النادي الاهلي سواء رئيس النادي الذي لم يظهر حتى هذه اللحظه بعد كل هذه البطولات، لم يظهر كابتن محمود الخطيب في اي لقاء. بيظهر في الاحداث الهامه في النادي الاهلي، لم يظهر في اي لقاء. شوف لي كده لقاء، احنا قناه النادي الاهلي اهو بقى لنا قد كده ما عملناش لقاء مع الكابتن محمود الخطيب، ونحترم دائما وابدا رغبته. ومن حين لحين ومن فين لفين على ما يظهر احد اعضاء مجلس الاداره او المهندس خالد مرتجي امين الصندوق او القائم باعمال نائب رئيس النادي، من فين وفين على ما يظهروا سواء في مداخله او في لقاء تلفزيوني، ويكون بعد حدث هام جدا. ولما بيدخل الدكتور سعد شلبي مدير النادي، الراجل بيتكلم في قضايا هامه تخص النادي، وعمره ما جرح في حد او عمره ما اتكلم على حد من المنافسين او من المتنافسين. كل واحد في شأنه، كل واحد في حاله. في النادي الاهلي، الاهلي في حاله، الاهلي بيدور على حقه، حقه في الحكام، حقه في العداله، حقه في المباريات، حقه في النجاحات، حقه في الانتصارات، حقه في التدعيم، حقه في الصفقات، حقه في انتظام مسابقه. بص، النادي الاهلي يطالب اتحاد الكوره بحلول حاسمه للاخطاء التحكيميه. بص اقرا ده، انا بجيب لك مجموعه من بيانات النادي الاهلي ولا ملوش علاقه بغيره خالص. تحقيق مبدا تكافؤ الفرص، الاهلي لم يتلقى، الاهلي طلب اسناد مباراته القادمه مع الزمالك الى طاقم تحكيم اجنبي من احد الدول الاوروبيه. ده اللي بيبعته النادي الاهلي، ده شكل، ده بيان من بيانات النادي الاهلي، وممكن انزل لك كذا بيان من بيانات النادي الاهلي. لم نجد تفسيرا لتكرار الاخطاء التي افقدت الفريق 15 نقطه في سباق الدوري، امر يطرح تساؤلات عديده عن سر غياب العداله. فبما قمنا بمخاضبه الاتحاد وحذرنا من الاخطاء نسفت مبدا تكافؤ الفرص. الاهلي يحرص دائما على اصلاح المصلحه العامه، على اعلاء المصلحه العامه والتعاون مع كافه العناصر، التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون، الانتصارات اللي حققوها اللي ده الاهلي. ده الاهلي. عمرك ما تلاقي سيره منافس، عمرك ما تلاقي تجريح في منافس يقول لك انا عندي حقوق، انا عايز حكام كذا، انا عايز تكافؤ فرص، انا عايز العداله. الاهلي ما بيتكلمش الا كده. لكن تيجي بقى فجاه تلاقي مداخلات او لقاءات مع البعض عندهم حاله اسمها الاهلي. طب احنا عندنا حاله حب اسمها الاهلي، انت عندك حاله مرض من الاهلي. وفجأة الناس تتداول ده وتقول ده وتعمل ده، وتصل احيانا الى حد التجريح، والاهلي لا يرد. عندنا قناتنا، عندنا الموقع الرسمي بتاعنا، عندنا دايما خط. يا جماعه احنا ما بنجرحش في حد. من اول يوم جيت هنا القناه احنا عندنا خط، احنا ما مش انا اللي بقول، الناس قال لك احنا عندنا خط. الخط بتاعنا هو الاحترام، هو الدفاع عن مصالح النادي الاهلي بس، ليس لنا علاقه بالاخرين. ايه اللي مدخل الاهلي بقى في دوامه وفي خناقه، وده بيمثل مين وما بيمثلش مين؟ قعدنا نقول الاهلي بيمثل مصر، قال لك الاهلي لا 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 لا، الاهلي بيمثل نفسه. طب حاضر خلاص بيمثل نفسه. دلوقتي القصه اتغيرت، بنمثل مصر. يا سيدي وماله، على عيننا، ما احنا قلنا زمان. ويا رب تكسب ويا رب تفوز بالبطوله ونتمنى لك كل توفيق، انا بتكلم من قلبي. لكنه مدخل الاهلي طرف ليه في الموضوع؟ هو الاهلي ليه علاقه؟ الماتش يتلعب هنا يتلعب هنا، الاهلي في جدول اتبعت له احترمه، رغم ان البدايه حتى بتاعت الجدول كانت غريبه جدا، لكن الاهلي قبل
قال لك هتلعب يوم كذا وهتلعب يوم كذا، حاضر عينينا. تعديلات كذا، حاضر عينينا الاثنين. بس يا جماعه احنا عايزين حكام اجانب، الماتشين دول عايزين حكام اجانب بس. الاهلي ما طلبش اكتر من كده، وحتى لم يستجب لطلبه. وبقت الازمه الكبيره مجرد الاهلي قال لك انا عايز حكم اجنبي، اللي هو حقه. اللي يلعب بحكم اجنبي لم يطلب سوى حقه فقط لا غير. انا عايز العب بحكم اجنبي، تجيبه سعودي، ولو ان السعودي مش اجنبي ولا الاماراتي اجنبي ولا اي حكم عربي اجنبي، لكنه كلمه تقال مجازا يعني. فالاهلي لا يخطئ في حق الاخرين، وفي نفس الوقت كل الاخرين شغالين خطأ في حق النادي الاهلي. ما تفهمش ليه يا اخي؟ طب انا اقول لكم حاجه، طب ما احنا انسحبنا من الكاس وتقريبا الرابطه نعتبر ما لعبناهاش، طب ما تكسبوا، ما احنا مالنا احنا بقى؟ يعني ننسحب من افريقيا، ننسحب من الدوري. طب ما احنا يعني ما كان ادائنا يعني مش ولا بد في الدوري العام، ولكن مع ذلك اللعيبه قالت لك لا، والجهاز الجديد قال لك لا، والدنيا ونحاول و وفي النهايه انت الحمد لله اصبحت المرشح الاول للفوز ببطوله الدوري العام في حاله فوزك على فاركو دون انتظار لنتائج الاخرين. طب نعمل ايه يا جماعه؟ ننسحب يا جماعه؟ نسيب البطولات ونمشي؟ طب نعمل ايه؟ ما قولوا لنا نعمل ايه يعني؟ الاهلي الجبروت العظيم، جبروت بنتائجه، جبروت بانتصاراته، جبروت بنظامه، جبروت بترتيبه، جبروت بتنسيق موجود، جبروت لانه مؤسس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. اهلا بكل الدنيا، اهلاوي بقى، زملكاوي، برمضزاوي، اي نيلة. المهم ان انت تبقى منورنا معانا النهاردة على قناتنا اليوتيوب، قناة اليوتيوب بتاعتنا الجديدة. سيكريت ماتش. والله هو تقريبا كده الماتش السري، صح؟ بس ليه اخترت الاسم ده؟ انا مش عارف يعني ليه الاسم ده، والله ما اعرف. انا سألت الواد جي بي تي قال لي الاسم ده حلو، قلت له ماشي انا معاك يا باشا، الاسم ده حلو وسميناها سيكريت ماتش. طيب هل قناتنا لها علاقه باي حاجه سريه؟ خالص يا باشا، احنا بنطلع نهبل بس، غير كده ما بنعملش. تمام؟ عشان بس ايه اللي يدخل يشوف اسم الماتش بقى اسم القناه بقى بالانجليزي وسيكريت ماتش، يقول لك ده فيها غموض وفيها ولا فيها اي بتنجال ولا فيها حاجه خالص. تمام؟ عشان بس ما تبقاش داخل بعشمك قوي يعني. ماشي يا بشويه؟ طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم في كذا موضوع يعني كده، عايزينكم تتابعونا. الفيديو ده هينزل على مرتين، فيا ريت تتابعونا وعشان في كلام حلو. ماشي؟ معانا الاستاذ احمد مسعد، خبير كروي، مش عايز اقول لك يعني حاجه كده، انت فاهم؟ من الطراز الرفيع ان شاء الله باذن الله. وقدامه بتاع اسبوعين بس يخلص امتحانات وفي جامعه هو، وهتلاقيه مع ابراهيم فايق في على القهوه. على القهوة إن شاء الله. او حاضر وجه على القهوه ان شاء الله باذن الله. عامل ايه يا ابو حميد؟ الحمد لله والله، أنت الدنيا معاك؟ انا كله تمام، انت تمام؟ أنا تمام الحمد لله. بيقول لك يا سيدي محمد صلاح مش بتاع الزمالك، محمد صلاح بتاع ليفربول، محمد صلاح الفرعون. ماله؟ على على اون سبورت. على أون سبورت؟ مع سيف زاهر. ده حصلت إمتى دي؟ والله مش عارف، انا لسه داخل على اليوتيوب من شويه لقيت سيف زاهر يستضيف مش عارف ايه محمد صلاح، قلت يمكن محمد صلاح بتاع الزمالك. ما جه في دماغي كده برضه ما أنت بتقول. فدخلت اشوف لقيت لا، الفرعون المصري لسه ما جابوهوش يعني، بس ايه كان في مقدمه كده عن الفرعون يعني. آه فان شاء الله باذن الله يتكلموا في حاجات مهمه وما يقفوش على مسافه واحده من الجميع. دي اهم حاجه بالنسبه لي، ان سيف زاهر ما يقفش على مسافه واحده من الجميع، لان ده حاجه بيض قوي 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 قوي. وبيقول هو معروف ان هو اهلاوي، هو بيقول ان هو اهلاوي ولكنه لا اهلاوي ولا زفت. هو كل قصته، مش عايز اقول كده بس يعني هو ايه، ما بيركب الموجة يعني. بيراميدز دلوقتي راكب الموجة وهو المتصدر، خلاص انا بيراميدزاوي. الزمالك بالظبط. تمام وحلو، انا خلاص الزمالك ده احسن فريق في الدنيا. الاهلي طبعا على طول حلو وعلى طول في الترندات، فتمام انا اهلاوي، انا في المطلق اهلاوي. بالظبط. فالنهارده ان شاء الله هو هيبقى ليفربولي. بولي حلوه بولي. هو دلوقتي أصلا يعني هو فعلا زي ما أنت قلت، تلاقيه مثلا الأهلي خد يعني هتشوف يوم الأربعاء الجاي بإذن الله الأهلي هياخد الدوري، هتلاقيه طالع بيهلل الأهلي بعد الماتش. لا تعالى، ده انت دخلتيه في السخن كده مره واحده يا باشا. يا باشا بيقول لك الاهلي ان شاء الله باذن الله لو كسب فاركو هيحتفل، وبيراميدز لو كسب سيراميكا هيحتفل. طب ده اسمه كلام؟ والله هم هيعملوا زي بتاع دوري 2005. ايه دوري 2005 ايه اللي حصل فيه؟ لو تفتكر بتاع مواليد 2005 لما كان انبي كان كسبان والاهلي كسبان،
كان انبي بيحتفل عشان مش عارف فرق الاجوال ليه، والاهلي بيحتفل عشان كان قال لك ده مواجهات مباشره وانا اللي كسبان في المواجهات المباشره. ايوه بس دي كانت حاله وده حاله، يعني اللي انت بتتكلم فيه ده كان الاهلي فاهم غلط وانبي فاهم غلط، يعني الله اعلم مين فيهم اللي كان فاهم صح او اللائحه كانت بتقول ايه. بس كانوا يعني الاثنين فاهمين ان هم ابطال الدوري. سوء تفاهم سوء بالظبط. تفاهم، انما الحاله دي ما فيهاش سوء تفاهم، الحاله دي هو فيها سوء استخدام هم دلوقتي هيحتفلوا بناء عن ايه مش فاهم. بيراميدز شايف ان هو له حق في الدوري وان هو المفروض الاهلي يتخصم منه 3 نقط، والاهلي شايف انه لا مش هيتخصم حاجه، وانا القرار طلع من لجنه الاستئناف بان مفيش حاجه. حتى محكمه الكاس ما لسه ما اصدرتش قرارها بان مثلا الاهلي يتخصم منه حاجه، يعني هو على الورق الاهلي فارق بنقطتين. دي حقيقة. وكمان أصلا أنا كنت قرأت حاجة عن حوار محكمة الكاس الدولية دي. قال لك لو أنت اتضريت وخلاص الموقف عدى فما ما بيصدروش قرار في الموضوع ده. يا عم ايا كان حتى لو اصدروا، ولكن هم لسه ما اصدروش، لسه ما فيش قرار طلع صح. ما أنا جاي لك في الكلام. هو كان بيراميدز مقدم إيه؟ قدم شكوى سريعة. في الشق الشكوى المستعجل. السريعة إيه؟ في الشق المستعجل. بالظبط. قال لك دي عشان يلحقوا القرار يطلع قبل ما الاهلي ياخد الدوري، عشان اللي هو قبل ما بيراميدز يتضرر، فاهم؟ اه لكن لما المحكمة الكاس رفضت اللي هي تاخد الشكوى دي في الشق المستعجل، فكده خلاص اللي هو القرار كله بقى وانطة، ف الاهلي يكسب ياخد الدوري انتهت يعني. تمام ماشي. بس يكسب هو يا عم احمد الاول. لا هنكسب يا باشا، ده فاركو انت بتتكلم فيه، ده فاركو. كل سنه وانت طيب يعني. انت شفت بعد كل ده البنك الاهلي ما خد ما طلعش مركز رابع. هو خسر من مصر صح؟ خسر من مصر يعني كده رجع تاني للخامس. رجع تاني للخامس، وكل نادي من الانديه دي فاضل له ماتش، بس المصري فارق عنهم ب3 نقط. تعالى لي بس ايه، انا عايز اقول لك على حاجه. هو ماتش الزمالك وبتروجيت عشان ما شفتهوش، انت شفته؟ لا برضو اصل الاستاذ علاء صادق طلع بيتكلم في ان كان في فجر تحكيمي. تعرف حاجه عن الكلام ده؟ لا بصراحه ما تابعتش، بس هو ايا كان هو مين اللي هيتابع فريق ثالث في الدوري يعني ملوش لازمه. مين هيتابع؟ لا برضو ده الزمالك يا جدع، ده مدرسه الفن والهندسه عشان يا الزمالكاويه ما عم يزعلوش ولا مننا. هندسه ولا بتاع ده دلوقتي بيراميدز هو اللي هيبقى مدرسه الفن والهندسه. بيراميدز عيني بيراميدز عامل بصراحه. رايك ايه صحيح في الكلام اللي طالع اللي بيقول ان بيراميدز خلاص بدأ فعلا في خطوات بقى فعليه وكلام جد، مش اللي هو كلام على الورق زي ما كنا بنقول، اللي هو يبقى تاني اقوى فريق في مصر بعد الاهلي. ما ده حقيقه بصراحه.